تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض اللازانيا. هقول لكم كل التكات اللي انا بعملها بيها، هي حاجات بسيطة بس بتفرق في طعمها كتير. اول حاجة حطيت معلقتين زبدة وعليهم معلقة زيت. عندك سمنة ممكن تعمليها بسمنة، اهم حاجة تحطي كمان معلقة زيت. على فكرة الزيت يخلي الدقيق عمره ما يكلكع لما نيجي نحط اللبن. حطيت كيلو لبن وحطيت شوربة. الشوربة لازم نصفيها كده علشان لو فيها بصل او اي حاجة ما تنزلش في البشاميل. حطيت مكعبين مرقة، والشوربة طبعا عشان هي متملحة فانا حطيت معلقة واحدة بس ملح. اول تكة معانا بقى بعملها في البشاميل، بحط معلقتين كريم شانتيه خام. ما تستغربيش على فكرة، الكريم شانتيه بيديها طعم كريمي كده بيخليها حلوة اوي. اهم حاجة يكون الكريم شانتيه خام، مش اللي هو البواكي، عشان السكر بتاع الخام بيبقى اقل كتير. خلاص كده وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه. احنا عايزينها خفيفة عشان اللازانيا نفسها هتبقى نية، فلازم البشاميل يكون خفيف. هنعمل بقى الصوص بتاعنا. اول حاجة قطعت بصلة مكعبات، هدبلها بس شوية، مش عايزينها تتحمر. دول 3 جزرات كبار بشرتهم، هندبلهم شوية برضو مع البصل. هننزل بمعلقة كبيرة توم مفروم. ده الشكل اللي احنا كنا عايزين نوصل له، مش عايزينها تتحمر. نزلت بقى بعصير طماطم، حطيت عليها معلقتين صلصة، وملحتها، وحطيت فلفل، وحطيت زعتر. الزعتر بناخد معلقة كبيرة كده زعتر وبنفركه بايدينا عشان الزيوت العطرية اللي فيه تطلع. الزعتر مهم قوي في الصوص ده، روح الصوص ده الزعتر. ونص معلقة كاري. هنقلب بقى كل الحاجات دي وهنسيبه يتسبك براحته خالص. بعد ما يتسبك هنحط فلفل الوان، الفلفل في الاخر. يعني يا دوبك بننزله كده في اخر تقليبه. كنت مجهزه اللحمه ومعصجاها، ممكن تعمليها لوحدها طبقه لوحديها والصوص في طبقه لوحده، وممكن تقلبي الاتنين على بعض وتعملي الطبقتين بنفس الصوص. انا عن نفسي عملت الطبقتين بنفس الصوص. قلبتهم كلهم على بعض كده مع العصاج. كده خلاص اتسبكت وقلبناها بالعصاج وتمام. نبتدي بقى في الصينيه بتاعتنا نحضر الصينيه. اول حاجه حطيت طبقه بشاميل. واللازانيا على فكره للناس اللي بتخاف تحطها نيه، ما تخافوش خالص، بتستوي بتبقى جميله، غير المسلوقه والله بتعجن. خلاص حطينا طبقتين من اللازانيا والبشاميل. ننزل بقى باول طبقه من الصوص.
ودي كده تاني طبقة من الصوص. هنحط بقى فوقيها شوية بشاميل وبعدين اخر طبقة من اللازانيا. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل ايه في البشاميل اللي هنحطه على الوش. وده البشاميل اللي هنحطه على الوش بس. حطيت قشطة او كريمة اللي موجودة عندك. والتكة التانية بقى ان احنا هنحط هنا شوية بيكنج باودر يفضل طري كده وجوسي ما ينشفش على الوش. هنغطي بقى اللازانيا بتاعتنا كويس قوي بالبشاميل كله الفاضل. ونرش بقى على الوش جبنة رومي، موتزاريلا، اي نوع جبنة عندك ممكن ترشيه عادي. كده خلاص الصينية بتاعتنا جاهزة. ندخلها بقى الفرن من تحت بس لحد ما تكون خلاص استوت. نفتح الشواية الوش بس ياخد لون. كده اللازانيا بتاعتنا استوت وطلعت اهي. شايفين لونها بقى عامل ازاي؟ هي لسه سخنة جدا على فكرة. انا كنت عايزة استنى عليها شوية تبرد علشان لما نطلع الحتة تبقى على بعضها كده ما تسيحش. شايفين سخنة ازاي؟ انا مش قادرة امسك الصينية. شايفين طرية وجوسي خالص ازاي؟ وريحتها خطيرة وطعمها تحفة. يا رب تكون عجبتكم اللازانيا، وما تنسوش لو عجبتكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة.